بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الفطيره المنقذه اللي هي فطيره البطاطس. سهله جدا ومكوناتها موجوده في كل بيت، واتحداكي لو ما كانتش موجوده كل حاجه عندك في البيت. اول حاجه معانا مع بعض كده مكونين بطين كده ولا ثلاثه على حسب مقدرتك، يعني انت وظروفك وظروف بيتك. حابه تعمليها ببيض كتير اعمليها، مفيش اي مشكله. تربيهم كده كويس، حطي عليهم معلقه خل علشان الزفاره اهي، وتحط عليهم فلفل اسود عشان برضو الزفاره. كده احنا نهينا على الزفاره خالص نهائيا بتاعه البيض، زي ما انت شايفه كده يا حبيبتي. وتربهم كويس قوي بالشكل اللي انت شايفاه ده، وتنزلي بيهم بقى وطبق عميق بالشكل ده. بعد كده بننزل على طول مباشره بنص كوبايه او ربع كوبايه زيت. عاوزه تعايريها بالكوبايه عادي عايريها، مش حابه خلاص حطي كده عشوائي. بس خلي ايدك ميزان طبعا وانت بتحطي كده، وتشوفي حاجتك مناسبه كده ولا لا. ومعانا نص كوبايه ميه، ومعانا بودر او كربوناتو وشويه ملح، بس اعملي حساب الملح لان لسه هتحطي اي نوع جبنه عندك وبيبقى فيه ملح شويه كده. وتربيهم كويس مع بعض. هنا ده معانا خالص اهو كل المكونات. هننزل عليهم بقى بالبهارات بتاعتنا. اي بهارات تحبي تحطيها حطيها في الفطيره، بس انا هزود عليهم زعتر اهي زي ما انت شايفه كده بالظبط. ونقلبهم. مش حابه تحطي بهار خالص براحتك، بس كل ما تنكيه اكلك معاكي كل ما يطلع طعمه جميل كده وولادك يحبوه. كده كل الخليط اكتمل معانا. هننزل بقى عليهم بكوبايتين من الدقيق او من الطحين على حسب ما بتحكي عليه في بلدك. طبعا نخلاه كويس ونظبطاه يعني. ونقلبهم برضو مع بعض لما الخليط كله يمتزج ويبقى قوامه كده زي الكيك. لو طلع يعني غليظ شويه زي ما انت شايفه كده بتحطي له ميه عادي، مفيش اي مشكله، لحد ما يبقى قوامه كده زي الكيك. لو عندك حليب بقى وحابه تحطي حليب وتزودي القيمه الغذائيه كمان شويه عادي، مفيش مشكله، حطي حليب. وتقلبيه كويس لحد ما القوام يظبط معاكي ويبقى شبه قوام الكيك كده. اهو تحسي ان هو بقى شبه قوام الكيك. شايفه القوام اهو. بعد كده معانا اي نوع جبنه عندك. تمام. انا هحط الجبنه دي وعشان كده هي حادقه شويه، انا عامله حساب الملح يعني مقلله شويه. معرفش انت بقى لو هتحطي جبنه من اللي هي حدقها مظبوط ظبطي ملحك. بعد كده هننزل بالخضار معانا. اي خضار عندك في البيت حبيت تحطيه حطيه. جزر مبشور تبشريه بالمبشره الناعمه مش الخشن. فلفل احمر، وهنا فلفل اخضر اهو. وده بصل مقطعينه شرايح، ودي طماطمايه او اتنين زي ما تحبي برضو. وده بصلايه خضراء بتخلي طعم الفطيره جميله جدا. ولو عندك بقدونس كمان حطي، انا بصراحه ما عنديش. وتقلبي الخليط كله بقى مع بعضه. هجيب معلقه بس ثواني. هنا معانا البطاطس بتاعتنا بشرنا بشر خشن، الجزر نبشره ناعم والبطاطس نبشرها البشر الخشن اللي انت شايفاه ده، وتحطيها في شويه ميه علشان ما تسودش منك على ما تيجي تشتغلي. ما تنسيش بقى لو وصلت معايا لحد هنا
تحطي لي لايك وتشتركي اهم حاجه معايا في القناه وتفعلي لي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. نحط البطاطس بتاعتنا. اي كميه برضو حابه تعمليها اعمليها على حسب ايه هواكي انت. وتقلبي كويس الخليط كله مع بعض لما يمتزج كله مع بعض. هنا يا حبيبتي الخليط كله امتزج مع بعضه بنفس الشكل اللي انت شايفاه ده. بصي بقى، حابه تدخليها الفرن ماشي، مش حابه تدخليها الفرن وتعمليها على البوتاجاز في الطاسه برضو ماشي، انت وايه ومزاجك. انا هدخلها الفرن وممكن اخلي برضو منها شويه في صينيه كده كده في الفرن، وممكن اخلي منها شويه اعمل فيهم ايه، اعملهم في الطاسه على البوتاجاز عشان برضو الناس اللي ما عندهاش فرن تقدر تعملها برضو على البوتاجاز عادي، مفيش اي مشكله، ما يعني مش شرط الفرن يعني. هي شبيهه شويه بعجه البطاطس. بصي لو عندك لانشون حابه تحطي فيها حطيها، عندك جبنه شيدر موزاريلا اي نوع جبنه حابه تحطي فيها حطيه، يعني ايه هي شكلي فيها زي ما انت عايزه. هي مفيده جدا للكبار والصغار ومفيده جدا يعني في فطار وفي غدا وفي عشاء، في اي حاجه اعمليها هتعجبك قوي زي ما انت شايفاها كده. بصي هتجيبي بقى ايه تزينيها باي حاجه، ممكن تحطي فيها مثلا قطع من الفلفل كده اللي كانت عندك اللي انت اشتغلتي بيها، تشتغلي منهم شويه كده وتشتغلي بيهم كده بالشكل اللي انت شايفاه ده. وفي برضو ممكن قطع من الاحمر تزيني بيه ايه الصينيه كده بحيث تعجب اولادك وتفتح نفسهم على الاكل. ده شكلها بعد ما انعملت، وهتحطي بقى عليها وشها كده جبنه لو عندك جبنه موزاريلا او شيدر او اي نوع جبنه. وعلى دلوقتي ولعنا الفرن بس يسخن معانا على درجه حراره 180، هتاخد لها حوالي تلت ساعه كده او نص ساعه، تابعيها يعني وقت ما تلاقيها استوت بتطلعيها على طول. والباقي بقى ده هنكمله بقى برضو في الطاسه عشان ايه ما تحتريش وتقفي معاكي على حاجه لو ما عندكيش فرن. هنا الطاسه سخنت معانا، هننزل بقى بالمعلقه بالخليط بتاعنا زي ما انت شايفه كده يا حبيبتي اهو. ممكن تنزلي بقى يعني بالكبشه كده تجيبيها تنزلي بكميه كبيره وتعمليها زي فطاير كده، وممكن تعمليها بالشكل اللي انت شايفاه ده برضو هوريكي ده وده. القلايه دي يا بنات جرانيت ما بيلزقش فيها الايه الحاجه الاكل خالص، بس ممنوع تحط فيها اي معلقه غير الخشب والسيليكون. انا حبيت افكه برضو علشان ايه تستفادوا باي معلومه يعني. او لما تيجي تغسليها ما تغسليهاش برضو بالسلك، تغسليها بليفه عشان برضو ما تتجرحش وتبوظ منك من جوه يعني، وبعد كده يلزق فيها الاكل وما يبقاش اي لازمه بعد كده. بصي بقى يا حبايبي، احنا طبعا اي وقت بنيجي نقلي فيه الزيت بيطرطش وبهدل الدنيا وبهدل المطبخ معاك وبيجي على ايديك يحرقك وبيعمل كل حاجه. فاحنا دلوقتي اكتشفنا حاجه وانا قلت لازم اوريها لكم برضو علشان خاطر تستفيدوا منها زي ما انا هستفاد منها ان شاء الله. ده اسمه مانع للطرطشه، بتجيبيه من عند اي محل ادوات منزليه تحطيه كده زي ما انت شايفه كده فوق الطاسه، مهما تطرطش عليكي خلاص مفيش اي طرطشه بتطلع بره او اي زيت بيجي على ايدك او اي دهون بتبهدلك البوتاجاز بتاعك او المطبخ او كده. فانت ان شاء الله حاولي برضو ايه وانت بتجيبي القلايه الجرانيت دي تجيبي معاها منع الطرطشه. القلايه غويطه ما شاء الله وما بتخليش اي زيت برضو يطلع بره، وفي نفس الوقت منع الطرطشه بيحميكي من ان انت تتلسعي او اي زيوت تيجي عليك. انا حبيت افكه علشان ايه تدعوا لي دعوه كده حلوه من قلبكم، وما تنسونيش في الاشتراك واللايك والشير عشان يوصلكم مني كل جديد، تفعلوا لي زر الجرس. هنا يا حبايبي بدات تاخد لون معانا اهي، هنقلبها سوا مع بعض بالراحه كده بس ما شاء الله.
جميل جميله كده، وتفتحي نفس اولادك وتغذيهم كله خضار وحاجات مفيده جدا. زي ما انت شايفه معاكي شكلها بيتحدث عن نفسه. هيحبوها وهتعجبهم قوي. هنا استوت معانا اهي من الجهتين، الجهه ديت اهي والجهه التانيه اهي اهي. طلعها في طبق. عندك مناديل مطبخ حطي عليها، ما عندكش خلاص. جميله جدا وهتعجبكم. لو انت عندك عيش ماشي كليها بالعيش، ما عندكيش ومحتاره ومش عارفه بقى تاكليها ازاي، ممكن تاكليها كده عادي من غير اي حاجه، من غير عيش ومن غير حاجه. وممكن تعملي جنبها مثلا مكرونه كده، يعني مش عايزاكي تقفي على حاجه، عايزاكي تصرفي نفسك. اهي يلا حبايبي، قومي يلا حالا نفذيها واعمليها لاولادك. هنا يا حبايبي هنحط ايه الكميه كلها اللي فاضله. لو حابه تعمليها زي الفطيره كده اكنها فطاير بطاطس كده، بتبقى بالشكل ده. بس طبعا بالكبشه في ايدك وتروحي جايه شايله بقى وعامله. لكن انا خليت بس اخر شويه هعملهم لك عشان انا مش حابه اعملها فطاير. نفس الطريقه ونفس الآلية ونفس كل حاجه زي ما انت شايفه كده. احلى فطاير يا حبايبي ممكن تجربوها معايا، وباقل مكونات وباقل وقت وباسرع طريقه ممكن تعملي بيها. مفيده جدا لاطفالك وتنفع فطار، تنفع غدا، تنفع عشاء، تنفع كل حاجه. ادي فطايرنا اللي قلناها في الطاسه على البوتاجاز، تحفه وخطيره وجميله. شايفه مقرمشه ازاي؟ سامعه صوتها اهي، جميله جميله جميله. وادي الفطاير اللي هي عملناها قطعه واحده قرص واحد برضو بنفس اهي، سامعه صوتها يا حبيبتي؟ مقرمشه وطعمه وخطيره ولذيذه جدا. وادي الفطاير اللي احنا حطيناها في الفرن تشبه الكيكه بالظبط، ما شاء الله عليها، هتعجبكم قوي. ما تنسوش تشتركوا معايا في القناه وتفعلوا لي زر الجرس وتحطوا لي اللايك عشان يوصلكم مني كل جديد. احلى فطاير يا حبايبي ممكن تاكليها معايا وتجربيها اهي، ما شاء الله عليها، تحفه ولذيذه وهتعجبك جدا. لو استفدت معايا باي معلومه ولو بسيطه، ادي اقراها من تحت. لو استفدت معايا ولو بمعلومه بسيطه دعميني بقى واشتركي معايا في القناه. واي طلب تعوزيه مني اكتبي لي تحت في الكومنتات. يا رب اكون فدتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.